أهلا ومرحبا بكم في اليوم الثالث. أهنيكم من أعماق قلبي على استمراركم معنا. بالأمس تحدثنا عن أثر حالتك النفسية في الوصول لما تريد، وكيف تتحكم في حالتك النفسية عن طريق، قلنا أمرين: حركة أعضاء جسمك وعن طريق التركيز. ما تكلمنا عن التركيز لأن اليوم هنتكلم عنه، وطلبت منكم تمرين مهم أنكم تعملوه مع واحد من أصحابكم أو ممن تستريحون له، يكون معاكم مثلا في البيت أو في العمل، أنه يراقب تغييراتك وحركاتك وانت بتعمل التمرين الأول، أنك تتكلم وانت غير متحمس لموضوع، ويسجل تعابير وجهك، يسجل تنفسك، يسجل نبرة صوتك، كل هذه الأمور. ثم بعد ذلك تقوم تتمشى شوية وترجع وتبدأ تتكلم عن نفس الموضوع لكن بحماس وطاقة وحيوية، وما سيسجله لك هذا الأخ هي هتكون مفاتيحك اللي هتجعلك تشعر بالطاقة والحماس في المستقبل. يعني معناها هي هتكون خلطتك السرية، فحافظ عليها. اتعودوا انه كلما سمعتم شيء او طبقتم شيء وجدتوه مفيد انكم لازم تكتبوه، لانك بعد فترة لما تكتب كل يوم انت ايش قاعد تعمل وايش قاعد تنمي في نفسك، بعد فترة ستجد يعني شيء ترجع له، انك قاعد تنمي نفسك، قاعد تكبر، وانك قاعد بتكتب امور بعد 5 سنين 10 سنين ستجد انك انت فين تجاوزتها فترة طويلة. وكما قالوا قديما: لو ان حياتك تستحق انك تعيشها فهي تستحق انك تكتبها وتسجلها. طيب نرجع لموضوعنا اليوم ان شاء الله، هو قوة التركيز، وهو الامر الثاني او الاداة الثانية اللي هتعينك على انك تحصل على ما تريد وتستطيع انك تتحكم في حالتك النفسية. لازم تلاحظ حالتك، ولازم تكون زي ما قلنا من 0 ل 10 تكون 8 اقل حاجة، 8 9 10 حالتك النفسية اذا اردت فعلا انك تنتج تحصل على ما تريد. وهذه الحالة وارتفاعها الى 8 و9 و10 تأتي بالتدريب بالتمرين. اليوم وانا بتكلم عن قوة التركيز، خلينا في البداية أقول إيش هي. إنك أنت تتحكم وتوجه قوة عقلك لشيء معين. ماذا أقصد؟ لو أنت في هناك مرض بتعاني منه سواء كان صغير أو كبير هيؤثر على حالتك النفسية، أو مثلا افترض نقص في النوم هيأثر على حالتك النفسية، وبالتالي ما تركز عليه في هذه اللحظة هو اللي هتشعر به. بمعنى أحيانا أنت يكون عندك صداع فتنشغل في أمر ما، يجي واحد من أصدقائك فيقول لك إيش رأيك في الموضوع هذا اللي كتب في المجلة، إيش رأيك في هذا الأمر، إيش رأيك في هذا، وأنت عندك صداع. بعد فترة بعد 10 دقائق ربع ساعة تكتشف أن الصداع راح، ما أخذ تالينول، ما أخذ بنادول، ما أخذ ولا شيء من هذه الأمور. طب إيش اللي حصل؟ فين راح الصداع؟ فأجاب العلم بأنه تركيزك تحول إلى شيء آخر. وبالتالي لما بدأنا ندرس الناجحين وكيف استطاعوا يغيروا تركيز عقولهم إلى الشيء اللي يريدوا أن يحصلوا عليه، وجدنا أنه حالتهم النفسية بتكون في قمتها، لأنه يعني حالتك النفسية ليست نشيطة، هتشعر بنوع من القلق، من الكسل، من الخمول، من الحزن، بالتالي سلوكك هيكون ضعيف وغير فعال. بالتالي ما هو الشيء الذي نركز عليه؟ ايش هي الصورة في أذهاننا؟ بعض الناس إنجازاته ونجاحاته السابقة في حياته يصغرها، يظلمها وينساها ويجعلها وراء ظهره، وعمليات الفشل المحدود والتجارب اللي مر بيها المؤلمة في نظره يكبرها دائما ويتذكرها. وبالتالي احنا لما بنركز على شيء في حياتنا هو هذا بيكون له تأثير علينا. خليني أعطي مثال. تخيل إنه عقلك هو كاميرا وإنت مدعو إلى وليمة، إلى عزيمة، إلى حفلة. شعورك في هذه العزيمة، في هذه الحفلة، سيتحدد بناء على تركيزك فيه. في الحفلة هذه أو في الوليمة سيكون في هناك عدد من الأنشطة، في أشخاص قاعدين بيتمازحوا فيما بينهم، بيقولوا نكت، مبسوطين، بيتجاذبوا أطراف الحديث اللطيف. مجموعة أخرى قاعدين يتعاتبوا فيما بينهم، مجموعة أخرى قاعدين يلعبوا بلوت أو بلياردو أو تنس. رأيك في العزيمة هيكون بناء على تركيزك في العزيمة. بمعنى لو إنك أنت ركزت الكاميرا وعقلك على 2 قاعدين متشاحنين متزاعلين وقعدت معاهم طول فترة العزيمة، هتخرج وهتقول هذه العزيمة كانت فيها مشاكل وما استمتعت فيها، كانت غم في غم. لو ركزت على اللي بيلعبوا وما لعبت معاهم وجلست لوحدك هتقول الكل كان مشغول وما أحد كلمني وما أحد اهتم فيها، وهتطلع زعلانة. لو جلست مع المجموعة اللي قاعدة تتجاذب أطراف الحديث وقاعدة تقول نكت ومبسوطة هتخرج مبسوط مستمتع. وبالتالي في الحياة
ما لها معنى غير المعنى اللي انت تعطيها اياه بناء على تركيزك. يعني انت اذا ركزت في حياتك على امور ما تعينك على النجاح هتكون تعبان ومش مرتاح، لان كاميرتك او عقلك لا يستطيع ملاحظة كل شيء في نفس اللحظة، كل المشاهد في نفس اللحظة. يعني انت الان وانتوا جالسين تسمعوا لي في امور قاعدة تحصل في نفس اللحظة وانا بتكلم انت ما بتفكر فيها، زي نبضات قلبك، زي سريان الدم، زي هواء المكيف، زي رمشة عينك، زي السحاب اللي بيمر من فوقك. هذه كلها امور قاعدة تحصل الان، لكن انت ما بتفكر فيها. ليش؟ انك ما معطيها اصلا اهتمام وجالسة تحدث وما تستطيع انك انت تركز على كل شيء في نفس الوقت. فعقلك يقوم بعملية الغاء وتجاهل لكل ما يدور حولك الا ما تركز عليه. هكذا الله عز وجل خلق عقولنا. وبالتالي ايش هو هذا الثمن لهذا التجاهل؟ الثمن هو انك بتمشي في هذه الحياة وانت تظن ان التجارب اللي مريت فيها هي حقيقة واقعة وليست مجرد شعور خرجت به، وهي نتيجة تركيزك في تلك اللحظة. وكذلك ممكن تكون المشكلة اكبر واكبر لو كانت أليمة لك في الماضي، لو انت قربت الكاميرا لها ويعني اقتربت من الحدث وكبرت الصورة ووضحتها. وبالتالي ليس كل ما حدث في الحفلة او في الوليمة او في الحياة هو الصورة الكاملة. لو اردت تكون حياتك ممتعة وسعيدة ركز على ما يمتعك ما يسعدك، وإن كنت تريد حياتك بائسة شقية كل ما عليك إنك تعمله إنك تركز على ما يقلقك، ما يحزنك، ما يغضبك. إيش اللي يزعلك ركز عليه، وأنا أضمن لك إنك هتعيش تعبان في حياتك. طيب إذا هذا المفهوم فهمناه، وطبعا بعض الناس جيدين في ذلك انهم دربوا نفسهم انهم يعيشوا حياة بائسة وحزينة وغير سعيدة، لانهم دربوا انفسهم عليه سنين طويلة من خبرة البسيطة في التعامل مع الناس وفي مساعدة بعض الناس ممن اتوا لاستشارتي او تقديم بعض النصح لهم. وجدت واحدة من اهم اسباب عدم سعادتهم هذه، انه ماشي في الحياة وواضع ماضي امامه، الامه امامه، وبالتالي ركز على الشيء اللي يسعدك، اللي يبسطك، اللي ترتاح له، كبره ووضحه، وسترى النتيجة في نفسك مباشرة في لحظتها، مش بعد سنة، مش بعد شهر، في لحظتها. كم من الإنجازات والنجاحات في حياتنا حققناها، وكم من المرات حصلنا على ما نريد، ولكن أحيانا ننسى في زحمة العمل، في زحمة الحياة. وبالتالي جودة حياتك تعتمد على حالتك النفسية في حياتك اليومية. حتى وجدت آية كريمة في كتاب الله عز وجل، حقيقة آية عجيبة، وكل آيات الله عز وجل مليئة بالعبر. الله عز وجل لما بيتكلم على المؤمنين يوم القيامة إن واحدة من النعم اللي ينعم عليهم فيها أو وصفهم، يقول المولى تبارك وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل هذه الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف مرتبط بشيء مستقبلي، يعني ايش هيحصل، ايش نتيجة الامتحان اللي دخلته، ايش لما تقدمت، ايش المشروع اللي انا هعمله، ايش هيكون له مصير في المستقبل. والحزن دائما مرتبط بشيء في الماضي. فكأن الله عز وجل يقول لك لا تخاف من مستقبلك ولا تحزن على شيء مر فيك. وكذلك آية أخرى الله عز وجل في موضع آخر يقول: ولا تحزنوا على ما فاتكم. خلاص انتهى. وبالتالي حالتك النفسية هي اللي بتحدد كيف بتتعامل مع نفسك ومع الآخرين من حولك. وبالتالي ما يقرر هذا الأمر هو إنه كيف بتستخدم جسمك، وقلناه في الشريط الماضي بالتفصيل، وكيف توجه عقلك للتركيز، وهو هذا موضوعنا اليوم. ورأينا بعض الناس كيف خرجوا من تجارب ومآسي كبيرة وحولوها لتجارب لصالحهم، خرجوا منها ولم يسمحوا لها بأن تحطم حياتهم. وقصة صاحبنا المشلول اللي ذكرناه في الدرس الماضي، وكيف انه كان يستخدم وجهه وابتسامته ونفسيته، ولو كان ركز على آلامه وعلى نصف جسمه المشلول لما لامه أحد، ولكن قرر انه يركز على شيء آخر يسعد ويحقق له أحلامه. ألا تستحق أن تهدي لنفسك ولحياتك هذه الهدية، وإنك تعيش في هذه الدنيا وأنت سعيد بإذن الله تعالى، وتكون كذلك في الآخرة من السعداء. النجاح هو صنع متعة في حياتك تجعلك تنمو وتتطور وتتقدم. الفشل هو صنع ألم، مهما كنت جيد تشعر بأنك جالس لا تنتج. بالتالي أنت تملك القوة الآن أنك تقرر على ماذا تريد أن تركز. صحيح أنت ممكن تكون لديك بعض العادات الغير سليمة، أو تركز على الشيء الغير جيد أو الشيء الغلط أو الشيء اللي ما يعينك في حياتك، لكنك تستطيع الآن أن تتخذ قرار وتغير حياتك كلها. خلينا نجرب حتى ما يكون كلامنا نظري، وانتم عارفين أني أحب القضايا العملية بشكل كبير. أتمنى أنك تكون في مكان ما أنت متعود عليه، يعني غرفة مثلا صار لك فترة بسيطة متعرف عليها أو مكتب، لكن مش مشكلة. أريدك الآن أنك تنظر حولك، انظر حولك في المكان اللي أنت فيه، انظر حولك، وأريدك أنك تشوف أي شيء لونه أحمر بسرعة. عندك بالضبط 5 ثواني 10 ثواني، بسرعة بسرعة انظر، شوف الستارة، شوف اللي تحتك، شوف اللي فوقك، بسرعة 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 بسرعة، وقف، اغلق عينك،
لما أغلقت عينك الآن أريدك، طبعا لو أنت سايق أرجوك لا تطبق التمرين معنا، لما تروح إن شاء الله مكان آمن طبقه. وأنت مغلق عينك أريدك تتكلم بصوت عالي وتقول لي إيش الأشياء اللي في الغرفة كان لونها أخضر. إيش اللي حصل؟ افتح عينك. اللي حصل إنه عقلك ركز على لون واحد، هو اللون اللي أنا طلبته منه، ولغى جميع الألوان. طبعا لو الغرفة أنت أصلا متعود عليها فالصورة في عقلك وهتلاحظ كل شيء. لو الغرفة كانت جديدة عليك هتلغي جميع الألوان إلا اللون اللي أنا طلبته منك. زي بالضبط لما قلت لكم في شريط سابق لا تفكر في الحصان الأسود، لا تفكر في الحصان الأسود، لا تفكر في الحصان الأسود. طيب إيش هذه علاقتها بالحياة؟ علاقتها أن بعض الناس يركز على اللون الأسود في الحياة فدائما مهموم مغموم مكتئب، وبعض الناس يركز على اللون الأخضر في الحياة فيركز على الحياة، على النشاط، على الطاقة، على الطموح. هذا اللي لازم نركز عليه. وفي الحياة هناك قاعدة إذا حبيتوا تكتبوها، هي ما تركز عليه ستحصل عليه، ما تركز عليه ستحصل عليه. قاعدة يعني إذا ركزت على دراستك بشكل جاد هتنجح وتتفوق، لو ركزت على أبحاثك هتخلص، لو ركزت على مشروع معين هتنهيه بنجاح إن شاء الله. طبعا دراسات وسنوات طويلة من البحث كانت تبحث في أمر إنه كيف نتحكم في تركيزنا. وصلت هذه الدراسات إلى إنه حتى تعمل كويس لازم تشعر كويس، وحتى تشعر كويس لازم تتكلم مع نفسك بصورة إيجابية جيدة مع نفسك، ولازم تكون في حالة نفسية جيدة. طب هذا كان كله عارفينه، لكن لو قلت لنفسك أنا فاشل، أنا ما أستطيع، أنا صعب علي، فعلا لن تستطيع، لأن العقل اللاواعي هيصدر أوامره بإغلاق كل المصادر اللي تعينك على النجاح. وبالتالي معظم ما نركز عليه من قناعاتنا الشخصية التي ترتبت في أعماقنا على مر الأيام هي نتيجة إحنا دربناها، ما جتنا من فراغ. ولذلك في هذه اللحظة ما تركز عليه هو ما ستقوم بتقييمه. بمعنى لو بدأت تقيم حياتك، بدأت تسأل أسئلة، وهو التفكير ما هو إلا تقييم على فكرة. يقوم العقل بطرح سؤالين، يعني مثلا لو أحد جاء عمل لك أي حركة قال لك بوم بس سوى لك كده بوم، العقل مباشرة هيعمل حاجتين، هيسأل سؤالين، هيقول ماذا يعني؟ يعني هذا اللي عمله ده ايش قصده منه؟ ماذا يعني؟ طب وماذا علي ان افعل؟ اي فعل انت يمر عليك في الحياة لازم العقل يسأل السؤالين دول، ماذا يعني وماذا علي ان افعل؟ فممكن العقل يقول لك هذا بيمزح معك او بيخوفك. طبعا كل واحدة من الاجابات هذه لها ردة فعل عند الانسان. وماذا علي ان افعل؟ طب انا المفروض ارد كيف؟ اضحك ولا اصرخ في وجهه واقول له يا اخي ما يصير كذا انا تعبت منك؟ فاي شيء يحدث لك في الحياة العقل يسأل هذين السؤالين. طيب غيرها يبدأ العقل بالبحث عن إجابة. شخص جاء وانت جالس وما سلم عليك مباشرة، انت تقول هل معناه انه هو زعلان مني ولا بيتجاهلني ولا متكبر علي ولا يمكن مشغول وما انتبه لي؟ كل واحدة من هذه الإجابات لها ردة فعل مختلفة عندك. الآن تخيل عقلك كمبيوتر كبير جدا، وفي هذا الكمبيوتر إجابة لكل سؤال تريده. صدقني العقل أي سؤال تسأله هو هيعطيك إجابة، بصرف النظر هذه الإجابة صح ولا خطأ، لكن سيعطيك إجابة وسيبحث لك عن إجابة. سيبحث لك عن الإجابة من وين هيجيب الإجابة؟ هيجيبها مما قرأته في حياتك كلها، هيجيبه مما شاهدته، مما نظرت إليه في التلفزيون، مما سمعته من أشخاص، مما تعلمته. لديك مخزن هائل في هذا الكمبيوتر مليء بالملفات. انت تسأل والعقل يجاوب. هتسأل سؤال هتقول مثلا، وهذه من الأسئلة اللي لا أريدك انك تسألها لعقلك أبدا، لكن هنأخذ الأسئلة السيئة والأسئلة الجيدة. سؤال مش جيد مثل ليش أنا دائما بتحصل لي هذه المشاكل؟ ليش دائما أنا بتحصل لي هذه المشاكل؟ العقل هيبدأ يبحث في الملفات، يبدأ يبحث في الملفات، يجيب لك إجابات لأنك مش ذكي، أو يجيب لك إجابة أخرى لأنه ما عندك حظ، أو يجيب لك إجابة أخرى لأنك مكروه من الآخرين فتصاب بإحباط وغم وتزعل. لكن لو سألت مثلا سؤال جيد قلت كيف أكون مفيد للآخرين من خلال وظيفتي؟ العقل هيبرهن لك ان انت مفيد من خلال وظيفتك ويبدأ يعطيك اجابات كثيرة تؤكد انك انت مفيد من خلال وظيفتك للاخرين. خليني اعطيكم قصة حقيقية حدثت في الحرب العالمية الثانية عشان تعرفوا ايش اهمية الانسان لما يسأل نفسه سؤال. رجل بولندي وقع اسير وقت الحرب العالمية، اخذوه الالمان رموه في واحد من المعسكراتهم، ما له ذنب ابدا، لا كان عسكري ولا كان محارب ولا شيء على الاطلاق، بس رموه. في المعسكرات هذه الناس كلها تتعذب وبعضهم يموت. من كان حوله كانوا يسألوا نفسهم سؤال، ليش هذا كله يحصل لنا؟ ليش هتلر يعمل فينا كده؟ احنا ايش عملنا في حياتنا عشان يحصل لنا كده؟ شوف لاحظوا الأسئلة، وطبعا العقل هيديهم إجابات. هو لا، صاحب هذه القصة كان يسأل سؤال بطريقة مختلفة، كان يقول كيف أهرب من هذا المكان؟ كيف أنجو بنفسي من هذا المكان وأذهب إلى الدنيا كلها وأحدثها وأقول لها إيش اللي حاصل في التعذيب عشان ما يحصل هذا الأمر مرة أخرى؟
شوف يحدث نفسه بهذا الأمر اللي كان ما أحد أبدا يجرؤ حتى في داخل عقله أنه يفكر فيه، وظل كل يوم يسأل هذا السؤال: كيف أهرب من هذا المكان؟ كيف أنجو بنفسي من هذا المكان؟ ولو خرجت من هنا وبدأت أذهب إلى العالم إيش أقول لهم؟ كيف أشرح لهم؟ وفي يوم من الأيام جاءت العربة لنقل الموتى، تقريبا أكثر من 50 شخص عراة من غير ولا ملابس فوق بعضهم البعض. فبمجرد ما شافه هو معود عقله ماذا يريد، مباشرة أخذ ملابسه كلها رماها ثم قفز في داخل هؤلاء الموتى. فجاءت العرب فأخذته كلهم وسارت بهم مسافة طويلة أكثر من 20 كيلو ورمتهم في حفرة كبيرة. فظل هذا الرجل يعني صابر ومنتظر إلى منتصف الليل، ثم قام من فوق هذه الأجساد كلها الميتة وبدأ يجري نحو الحرية 30 كيلو حتى وصل. واليوم قصته مشهورة ومعروفة، كتبت في أكثر من كتاب. طبعا احنا كمسلمين نقول هذا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، صحيح، لكن ما جلس مثل الآخرين وقال هذا حظي، هذا قدري، ماذا علي أن أفعل؟ ما قال هالكلام، إنما سأل نفسه السؤال الصحيح. فبالتالي أسئلتنا هي بتقرر إيش نشعر به. عندك شعور معين في حياتك اليومية يأتيك من سؤالك لنفسك. هناك أسئلة تصيبك بالإحباط: ليش هذا بيحصل لي باستمرار؟ ليش أنا بدين وسمين؟ ليش أنا فاشل في دراستي؟ هذه كلها أسئلة مثبطة محبطة. لاحظ في كل هذه الأسئلة في تصور مسبق وحكم على الشيء اللي بتسأل عنه. ليش أنا بدين وسمين؟ خلاص حكمت على نفسك أنك بدين وسمين. ليش أنا فاشل في دراستي؟ خلاص حكمت على نفسك أنك فاشل في دراستك. فحتى العقل لما يبدأ يبحث لك عن إجابات يقول لك لأنك بتاكل كثير، لأنك ما عندك إرادة قوية، لأنك ما بتذاكر كويس. كلها إجابات تزيدك إحباط على إحباطك. هعطيكم مثال حقيقي أيضا حصل أيام الرئيس الأمريكي بوش لما اختار له نائب اسمه دان كويل. عشان تعرفوا خطورة كيف الأسئلة أحيانا تغير. دان كويل اختاروا بوش إنه يكون نائب له. جت قناة تلفزيونية أمريكية شهيرة اسمها NBC عملت استفتاء وسألت سؤال واحد فقط، إجابته بنعم أو لا. قالت، طبعا سألت الشعب الأمريكي نسبة كبيرة منهم، قالت: هل يضايقك إنه دان كويل استخدم نفوذ عائلته ليتهرب من الذهاب إلى فيتنام ويخدم في الجيش الوطني الأمريكي؟ سؤال مرة أخرى: هل يضايقك إنه دان كويل استخدم نفوذ عائلته ليتهرب من الذهاب إلى فيتنام ويخدم في الجيش الوطني الأمريكي؟ بالله عليك قولوا لي إيش الخطأ في الصورة هذه اللي قدامكم؟ إنهم افترضوا إنه عملها، وبالتالي عقلك ما هيفكر هل عملها ولا ما عملها، إنما هيفكر بعد ما عملها هل أنت يعني متضايق ولا لا؟ انظر إلى خطورة السؤال. صيغة السؤال تجعلك تؤمن أحيانا إنه كثير من الناس عملوا أشياء وهم ما عملوها، بس صيغة السؤال ما تخليك تسأل هل عملوها ولا ما عملوها، إنما تفترض افتراضا إنه خلاص عملها. بعد ما عملها إيش ممكن يسوي؟ هل هذا بيحصل معك كل يوم وإنك بتنسأل أسئلة فيها تصورات يعني مسبقة وبتحصل على إجابات أحيانا مثبطة فتزيد من همك وغمك؟ اللي دائما يسأل نفسه أنا ليش أرسب في الرياضيات باستمرار هيرسب في الرياضيات باستمرار. واللي دائما يسأل نفسه أنا ليش ما أحب الإنجليزي عمره ما هيحب الإنجليزي إلا لما يغير طريقة سؤاله لنفسه. ماذا لو غيرنا السؤال بطريقة أخرى لأنفسنا؟ مثلا كيف أكون نحيف وعندي لياقة؟ كيف أكون ضعيف وأستمتع وأنا بعمل تخسيس؟ كيف أنزل وزني وأستمتع بهذه العملية؟ هيبدأ العقل يبحث في ملفاته ويقول لك كيف تستمتع وانت قاعد تنزل وزنك. سجل في نادي، خذ معك مسجل وحطه واسمع لك شريط، امشي نص كيلو كل يوم ولا كيلو. هيبدأ يعطيك إجابات إيجابية، فتبدأ انت نفسك تغير من طريقة تركيزك، من طريقة تفكيرك بشكل يومي. ولذلك بعض الناس، وأنا شفت بعضهم، تمر عليهم تجارب، مثلا واحد نصب عليهم في بعض أموالهم فخسروا جزء من مشاريعهم، فتجدوا في حالة نفسية سيئة جدا، مش بس عشان الخسارة، لا، وعشان الأسئلة التي يسألها لنفسه. مثلا يسأل نفسه ليش أنا دائما بيتعامل معايا كده؟ ليش أنا دائما بيحصل معايا كده؟ ليش أنا دائما الناس بيكذبوا علي؟ ليش أنا دائما ينضحك علي؟ فالعقل مباشرة هيبدأ يدور في الملفات، لازم يعطي له إجابة، فيقول له لأنك مش ذكي، أو لأنك بتثق في الناس أكثر من اللازم، أو لأنك ما أنت منتبه على مالك ومهمل. لاحظتوا معايا؟ لكن لما تغير السؤال ممكن تقول إيش اللي تعلمته من هذه التجربة؟ كيف أخرج من هذه التجربة بقوة؟ كيف أستفيد من هذا الموضوع؟ فيبدأ العقل يعطيك إجابات، إنه عين أناس مؤهلين، تابع بنفسك، راجع العقود بدقة. صيغة السؤال لازم تتغير، لازم تتغير صيغة السؤال. هذه نقطة مهمة جدا. التركيز،
والتركيز أهم شيء فيه إنك لما تتكلم مع نفسك، وبالذات لما تسأل نفسك السؤال الإيجابي، لأنه عقلك هيتعلم، وبالتالي بعد فترة هيكون عنده نوع من القوة وهيعطيك إجابات معينة، إجابات إيجابية، إجابات تدفعك للأمام مش تسحبك للخلف. ممكن جدا تسأل نفسك أسئلة أيضا أكثر من ذلك. ممكن تقول ما هو الشيء المضحك والممتع في هذا الموقف؟ حتى لو كان موقف مؤلم، صدقوني العقل هيروح هيجيب لك إجابات. فقط تركيزك، وعشان تغير تركيزك تستخدم الأسئلة. الأسئلة عادة تعمل 3 أمور تخلي الشخص يغير تركيزه. الأمر الثاني إنه تجعلنا نغير ما كنا نريد إلغاؤه. الأمر الثالث إنها بتساعدك للوصول إلى مصادر قوتك، مصادرك أنت. إيش يعني؟ الأمر الأول إنها بتخلي الشخص يغير تركيزه، شعورك في نفس اللحظة بتغير. لو سألتك سؤال قلت لك ما هو الشيء العظيم الذي تفتخر به في حياتك حتى الآن، ممكن لو أنت خارج من مصيبة هتقول لي ولا شيء على طول. أقول لك طيب أنا عارف ما يكون ولا شيء، لكن لو افترضنا أنه في شيء إيش هيكون؟ بعد ما كده تهدى وتروق، العقل هيبدأ يبحث 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 ويطلع لك فعلا أمور عظيمة، ممكن في المشكلة اللي انت مريت فيها أو ممكن في حياتك. انت أحيانا بتكون في عندك مصادر حولك انت ما تنتبه لها. زي ايش؟ ممكن يكون عندك اصدقاء رائعين، بعض اصدقائك فعلا رائعين لهم علاقات ممتازة في المجتمع. ممكن تكون انت من عائلة فعلا متكاتفة فيما بينها، فيها حب وصلة الرحم. ممكن يكون عندك شهادة، ممكن يكون عندك اولاد، ممكن يكون عندك قدرة على العمل، عندك قدرة على الكتابة، عندك قدرة على التحدث بأكثر من لغة، عندك دخل شهري. ممكن تكون في بلد كثير من الناس يتمنوا أن يكونوا فيه. أليست هذه كلها أمور عظيمة لك؟ ليش لغيتها؟ ليش ما كنت تفكر فيها؟ وبالتالي أعيد السؤال وأقول ما هو الشيء العظيم في حياتك؟ ممكن الآن تأخذ دقيقة واحدة وتكتب ايش الشيء العظيم في حياتك. فكر في اشياء تجعلك تشعر بشعور عظيم. انا ما هعطيك اجابات، انت اللي هتطلع الاجابات. ما هو الشيء العظيم في حياتك؟ فكر، اكتب. عندك شيء واحد، شيئين، 3 أمور، 4، اكتب. الأمر الثاني من فوائد الأسئلة إنها بتجعلنا نغير ما كنا نريد إلغاؤه. بمعنى إذا أردت أن تشعر بالتعاسة والحزن واليأس زي ما قلنا، فما عليك إلا أن تركز على ما يضايقك والغي بقية الأمور الجميلة حولك تماما. وكل اللي عليك إنك تركز على المصائب اللي حاصلة في العالم. كبر الصورة واجعلها أمامك، وأنا أؤكد لك أنك ستصاب باكتئاب. بالعكس صحيح، يمكنك أنك تركز على أمور تجعلك تشعر بالانشراح. إذا ركزت على أمور تساعدك على انشراح الصدر سيأتيك انشراح الصدر. أنا ذكرت هذا الأمر في أحد دوراتي، فوقف لي أحد الحاضرين فقال لي بس يا أخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فقلت له صحيح، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بس مو معناها أنك أنت تقعد تفكر في أمر المسلمين وتحزن نفسك وتكرب نفسك بحيث أنك ما تعمل ولا خطوة في حياتك. ليش؟ أنت ممكن تحزن على حالهم، وخصوصا في هذا العصر اللي يعتبر أحد عصور الانحطاط للأسف اللي احنا فيه. لكن ممكن تسأل السؤال الصحيح عشان تساعدهم، بدل ما تبكي على حالهم وتجلس جلسة سلبية. قول كيف أساعد المسلمين من خلال تخصصي، كيف أساعد المسلمين من خلال ماني، كيف أمنع انتشار الأمراض مثلا في أفريقيا، كيف أساهم في ريادة المسلمين بعد 20 سنة. فيأتي العقل فيقول لك أنك تنشئ مثلا مستشفى في أفريقيا، تكفل أطباء، تعزز مجهودات الجمعيات الخيرية القائمة هناك، كيف تساهم في ريادة المسلمين بعد 20 سنة، أنك ممكن تأخذ بعض الطلبة النابغين من بعض الدول الفقيرة وتعلمهم في أرقى الجامعات وتخليهم يكملوا ماجستير ودكتوراه ويعودوا إلى بلادهم ليقودوها من التخلف إلى الحضارة وإلى التقدم. ممكن جدا تساعد المسلمين في الدول الفقيرة أنك تتطوع في الصيف في الدول الفقيرة بدون مقابل مهما كان تخصصك، حتى تشعر أنك أنت قاعد تساهم وأن لك حضور في صناعة التغيير. هذا هو اللي جاد، اللي يريد أن يعين المسلمين، مو يقعد بس يهتم بأمرهم إنه قاعد يفكر فيهم وفقط بدون عمل. وزي ما قلنا بدون عمل ما لها خير. ممكن تقول أنا بقوم أدعي لهم، إذا كان هذه هي قوتك في الدنيا فجزاك الله خير، ادعي لهم. ما حد قال لك شيء، لكن هناك قوة وعزة لابد أنك أنت تعرفها. ممكن تركز على العلاقات الجيدة اللي بنيتها أو اللي تعلمتها أو اللي استفدت منها. تستطيع أن تركز على الناس اللي تحبهم ويهموك أمرهم. ممكن تركز على صلتك بالله عز وجل وتسأل نفسك الأسئلة كيف تقويها. ممكن تركز على حبك لأولادك وصلتك بهم. ممكن تركز على أمور كثيرة، على أعمال جليلة، على نجاحات بتنتظرك، لكن أنت اللي مانع نفسك من هذا الخير الكبير، من هذا الخير العظيم. وبالتالي ممكن تركز على السؤال، تركز على عقلك، وهذا شيء مهم، على طموحاتك، أمالك في المستقبل اللي ناوي إن شاء الله أنك تحققها. هذا كان من فوائد الأسئلة، وهذا رقم 2. رقم 3، السؤال يساعدك للوصول إلى مصادر قوتك ومصادرك أنت. أنا واحد من المؤمنين في هذه الدنيا إنك أي شيء تريد تحقيقه تستطيعه لسبب بسيط، إنه عندك المصادر اللي تجعلك تحقق ذلك. المصادر موجودة فيك أنت.
بس كل ما تحتاجه موجود فيك انك تتحرك، تبدأ في الخطوة الأولى. يعني معنى لو أنا سألت نفسي قلت أنا ممكن أعمل كذا، أنا ممكن أنجح، أنا ما أدري أقدر أسوي كذا ولا لا، هذا يجعلك تعيش في حالة يسموها حالة شك، لأن العقل هيعطي أوامره إنك لا تستطيع، فعلا لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر، كأنك أعطيت أمر مبطن لعقلك بأنه أنا ما أستطيع هذا الأمر، خلاص لا تضغط علي. طيب كيف أستطيع أن أحقق هذا الأمر وأستمتع وأنا بعمله؟ لو استمريت في سؤال عقلك هذا السؤال في أي أمر أنت تمسكه من أمورك، سواء كان بزنس، سواء كان أسرتك، كيف أستطيع أن أحقق هذا الأمر وأنا أستمتع بعمله؟ لو سألت ونبرة صوتك هل ممكن أعمل كذا وفيها شك واهتزاز، العقل هيفتح لك مصادر الشك. هل ممكن أنجح في المشروع الفلاني؟ هل ممكن يقبلوني؟ أعظم المربيين اللي مروا علينا مش اللي يعطونا معلومات جديدة، لا، ولكن اللي يخلونا نسأل بحيث نستخدم إمكانياتنا ونستفيد من هذه المعلومات على أرض الواقع. المدرب الممتاز بالذات في الرياضة شفناها، المدرب الممتاز في الرياضة مو اللي يقول للاعيبته إيش تعملوا وإيش ما تعملوا، لا، هو اللي يخليهم يعملوا بما يعرفوا، يعملوا بما يعرفوا، هذا المدرب الناجح. وبالتالي لازم تبرمج نفسك من اليوم وطالع إنك أنت هتسأل نفسك السؤال الصحيح، لأنه هذه هتكون فاتحة لك أنك توضع يدك على مصادر القوة في عقلك. تذكر أنه الشيء اللي أنت هتركز عليه هو ما ستحصل عليه، ما تركز عليه بشكل يومي هو ما ستحصل عليه. هذا هو الطريق اللي ستستطيع أنك توقف فيه عملاقك علشان يعينك في مهمتك. أحيانا تشعر أن في بعض الأمور اللي تريدها صعبة أو مستحيلة، السبب في ذلك طريقة تركيزك، وبالتالي كل تجربة أنت تمر فيها لا تعتبرها تجربة فاشلة، بالعكس اعتبرها تجربة مدرسة استفدت منها. اسأل نفسك السؤال الصحيح بعدها، ماذا تعلمت منها؟ كيف أستفيد منها في حياتي؟ إيش اللي أقدر أخذه من هذه التجربة ويقويني للمستقبل؟ يعني أستفيد من هذه التجربة وما أسمح إنها تتكرر مرة ثانية في حياتي. بكثرة أسئلتك لنفسك عن المميزات من وراء التجربة اللي تمر عليها، ممكن للوهلة الأولى العقل يحاول يخدعك ويقول لك ولا شيء، طبعا هذه في لحظة زعلك وغضبك، لكن بعد فترة ستأتيك المميزات. وبدل ما تسأل نفسك ليش هذا بيحصل لي دائم، ليش أنا فاشل، ليش فريقي ما بيفوز ودائما مهزوم، ليش دائما ما بحقق ما أريد أو أحصل على ما أريد، تبدأ هذه كلها تتغير إلى إيجابيات. ومجرد ما تشعر بالآلام أو الأسى أو أي شعور سلبي غير جيد مباشرة لا تطول فيه، لأنك تعرف أنك أنت واقع تحت تركيز ما هو جيد. بمجرد ما تغير حركة جسمك وأعضائه، وبمجرد ما تغير تركيزك، وبمجرد ما تغير حوارك لنفسك، بمجرد ما تأخذ نفس عميق، كل هذا هيروح في لحظتها. أنا حابب حقيقة في نهاية يعني موضوع اليوم اللي إن شاء الله أتمنى أن يكون فهم، إنك تبدأ أنت تسأل نفسك أسئلة، والواجب هو إنك هتكتب لنفسك 5 أسئلة. هذه ال5 أسئلة لو سألتها لنفسك كل يوم في الصباح وانت رايح لعملك هتشعر بنوع من القوة والنشاط. كل يوم هتدرب عقلك على هذه ال5 أسئلة. العقل هي يعني يبدأ فعلا يستوعب هذه الأسئلة ويفتح لك قدرات. على سبيل المثال، ماذا يمكن أن أعمل اليوم حتى أجعل يومي ممتع أكثر من أي يوم مضى؟ ماذا يمكن أن أعمل اليوم حتى أحسن من عملي؟ ماذا يمكن أن أعمل اليوم حتى أزيد روابطي بأسرتي وبأبنائي؟ ماذا أعمل اليوم حتى أرضي الله عز وجل؟ تخيل، طبعا أنا هذه أسئلة حطيتها بس على سبيل المثال، لكن أنت لو كتبتها وعلقتها فأنت أمامك على المرآة عشان لما تغسل وجهك كل يوم تشوفها، أو تضعها في سيارتك وانت رايح لعملك أو لمكتبك تقرأها. لازم تبدأ تعود العقل إنه في أسئلة إيجابية ستأتي له وهو عليه أن يفتح لك المصادر الموجودة فيك. ولو مريت بفترة من الفترات ولقيت نفسك طفشان وزهقان، مباشرة تعرف انه السبب انك بتسأل نفسك اسئلة غير جيدة، وبالتالي لازم تغير مباشرة وتقول ما هو الشيء الذي لو فعلته في هذه اللحظة هيسعدني ويمتعني. فتبدأ فعلا يبدأ العقل يفتح لك، تبدأ تطبق هذه الإجابات التي تأتيك، وتخيل حياتك كيف هتكون لما كل يوم تسأل نفسك هذه الأسئلة. شكل الحياة كيف هيكون رائع. جربوها، لا تكتفوا بالسماع. صمم 5 أسئلة مفصلة انت تعملها، تسألها كل يوم لنفسك في الصباح، كل يوم لنفسك في الصباح، بحيث تعطيك القوة والنشاط. وكل سؤال أريد عليه إجابتين على الأقل، يعني ممكن تضع 5 إجابات مش مشكلة، بس كل سؤال إجابتين. وضع أسئلة، ممكن تأخذ بعض الأسئلة التي وردت في هذا الشريط، لكن أريدك أنت تبتكر أيضا أسئلة من عندك وتكون أسئلة إيجابية. ولو واحد من أصدقائك أو من أقربائك سأل السؤال السلبي أمامك، لا تكتفي
فقط بأنك تسمع له، وإنما مباشرة تهديه هدية بأنك تصحح له. فعلا مهمة جدا في أنه الإنسان يحسن من حالته النفسية ويستطيع أن يصل إلى ما يريد. أتمنى أنه اليوم يكون أيضا لبنة جديدة نبنيها من خلال رحلتنا هذه. أستودعكم الله، وإن شاء الله هتسمعوني غدا مع أملي في أنكم تعملوا الواجب. والله يسعد أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في اليوم الرابع. خلينا نبدأ بشيء يقال له السر لحياة ناجحة وسعيدة، هو ما سنتحدث عنه اليوم. هنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو القناعات، وأحيانا بتدخل فيها القيم والمبادئ. والقناعات بتوفر لنا اتجاه معين في الحياة، لأنها صفاية بتصفي تصوراتنا عن العالم. ممكن قناعاتك تكون أعظم قوة دافعة لك، تصنع لك الحياة اللي انت تحبها. ممكن جدا هي اللي تحد من نشاطك وتفكيرك. القناعات هي اللي بتساعدنا ان احنا نصل الى مواردنا الكامنة جوانا. هي مثل البوصلة اللي تأخذنا لأهدافنا. من غير قناعات الناس ما يتحفزوا أبدا ولا يتشجعوا للعمل. وهتجد فعلا من خلال حديثنا اليوم أن قناعاتك هي المحرك الحقيقي لتصرفاتك، لنجاحك، لفشلك. ما نعتقد بمقدورنا عمله هو ناتج عن قناعاتنا بأنفسنا. قدراتك غير محدودة، لكنها تصبح محدودة بناء على هذه القناعات اللي انت حاملها. فلو أحسست أنك انت شخص منطلق ومنجز، هذا يجعل علاقك دائما مستيقظ وقدراتك منطلقة تماما، كما حدث في أحد المدارس. فصل مشاغب جدا، دائم الرسوب، كثير المشاكل. مشكلة هذا الفصل إنهم كانوا ينظروا إلى أنفسهم، هؤلاء الطلبة، على إنهم فاشلين، والمدرسين اللي حولهم كانوا ينظروا لهم إنهم فاشلين، وبناء على هذه القناعة كانوا يعاملوهم بقسوة، وإنهم فعلا لا أمل منهم ولا خير سيأتي من ورائهم. وفي يوم من الأيام جاءهم مدرس، فهذا المدرس استطاع فعلا أن يعرف إيش قناعاتهم اللي في داخلهم هؤلاء الطلبة. إبداعه مش إنه خلاهم ينجحوا ويتخرجوا من المدرسة، وإنما استطاع من إنه يغير نظرتهم إلى الحياة. هم نظرتهم إلى الحياة الطلبة أنفسهم، وأيضا نظرتهم إلى أنفسهم. فالقناعات السالبة ممكن جدا هؤلاء الطلبة يضيعوا فاشلين ويخرجوا فاشلين. لكن بعض المربيين حكماء استطاعوا إنهم يعرفوا ما هي القناعات السالبة ويقضوا عليها ويستبدلوها بقناعات إيجابية. ولذلك هذا البرنامج كما ذكرت سابقا إنك تعمل شيء ولو بسيط كل يوم، لأنه مصمم على السماع الإيجابي مش على السماع السلبي. يعني ممكن تيجي في نهاية البرنامج وتقول ما استفدت شيء. تعرف ايش السبب؟ انك كنت تستمع فقط. تريد نتائج؟ اعمل، طبق، ما تسمع. اليوم هنعرف بشكل اكثر تفصيل كيف نغير بعض قناعاتنا السالبة. خليني ابدأ بقصة عشان نعرف ايش اقصد بالقناعات. كان في رجل عداء، يعني يحب الجري وهو رياضي، اسمه روجر بانسرت. سنة 1954 ميلادية كان في قناعة في العالم في رياضة الجري تقول أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع الميل في أقل من 4 دقائق. قناعة مسيطرة على الرياضيين. جاء هذا الرجل اللي هو روجر بانسرت وكسر هذه القناعة بعد ما فعلا قاعد يتأملها ويتخيلها ويتخيل نفسه، وفي يوم من الأيام استطاع أنه يقطع الميل في أقل من 4 دقائق ويحطم هذه الأسطورة، هذه القناعة اللي كانت سائدة. الشيء اللطيف في هذا الأمر أنه بعد 3 أسابيع من هذه الحادثة 37 عداء من أنحاء العالم عملوا زي ما هو عمل، أي قطعوا الميل في أقل من 4 دقائق. طيب فين كانوا هذول 37 عداء قبل ما يجي روجر بانسرت؟ لأن روجر بانسرت كسر أسطورة، كسر قناعة كانت موجودة عند الرياضيين في ذلك الوقت. انظر إلى القناعات كيف لما تتغير حياة الناس. وبالتالي اليوم أتغير نمطك القديم السلبي اللي جالس يحدك. وباختصار
إن هنعمله اليوم 4 أمور مهمة. هنحدد إيش هي القناعات اللي لازم نغيرها، لأن هذه القناعات جالسة تتحكم في حياتنا أكثر من أي شيء آخر. الأمر الثاني إن إحنا هنربط هذه القناعات السالبة بألم كافي عشان عقلنا بعد كده يقول خلاص ما أبغى أبدا هذه القناعات. الأمر الثالث هنوجد قناعات إيجابية ومشجعة عشان نستبدلها بالقناعات السالبة. الأمر الرابع إن إحنا هنأقلم هذه القناعات الإيجابية في عقولنا بمتعة كبيرة جدا عشان يربطها في جهازنا العصبي. هذا اللي احنا هنسويه اليوم. فنبدأ. تعدوا معايا. أريد أن أسألك سؤال. هل أنت كان عندك قناعات من 5 سنوات مضت واليوم تتحرج أنك تقول أنك كنت مقتنع فيها مثلا؟ ممكن، وبالتالي هيكون عندك نوع من المرونة أنك تغير بعض القناعات. لكن ليش تنتظر 5 سنوات أخرى عشان تغير قناعاتك السلبية؟ لذلك الناجحين والمخترعين يعرفوا أن الماضي يعلمنا تجارب فقط، لكن ما يتحكم في حياتنا إلا إذا سمحنا له بذلك. الماضي لا يتحكم في حياتنا إلا إذا سمحنا له بذلك. اسأل نفسك إيش تحتاج حتى تكون ناجح؟ بهذه الصيغة هيرسل لك العقل إجابات كما ذكرنا سابقا. الآن قبل ما نبدأ أريدك تكتب لي 3 قناعات أنت تشعر إنها فعلا قاعدة تحد من طاقتك، من طموحاتك، من آمالك. اكتبها. أريدك تكتب لي 3 من قناعاتك. أمثلة على هذه القناعات: مثلا أنا كبير في السن وما أستطيع أني أكمل تعليمي، أو أنا ما عندي مال كافي، أو أنا ما عندي طموح، أو أنا إنسان محدود القدرات، أنا إنسان فاشل، أو أنا ما أستطيع أفعل كذا لأني موظف، أو ما عندي وقت مشغول، أو أنا حظي ضعيف. هذه أمثلة القناعات السالبة. هل في واحدة من هذه القناعات معروفة لديك؟ ممكن، وممكن جدا تكتب قناعات سالبة أنت تعرفها أفضل مني تخصك. فاكتب لي 3 قناعات سالبة جالسة تمنعك من أنك فعلا تنطلق وتوقظ العملاق اللي بداخلك وتحقق أحلامك وطموحاتك. خذ 2 دقيقة ممكن تغلق الشريط. أهلا بكم مرة أخرى. كتبت أريد 3 قناعات سالبة. تمام، خلوها على جنب الآن. عندي قصة مهمة نريد أن ننطلق منها. هذه القصة هي قصة رمزية جاءت في بعض الكتب. يقال أن هناك كان رجل بخيل جدا، والناس كانت تكرهه لبخله. وفي أحد الليالي زاروا 3 أشخاص، أو كما ذكرت الرواية 3 أشباح. الشخص الأول جعله فعلا يشعر بتجربة الألم، بأنه وراله ماضيه، كيف لما كان عايش بخيل في الماضي الناس كانت كيف تكرهه، الناس اللي حوله كيف تكرهه، الكل يتمنى أنه يموت. الشخص الثاني أو الشبح الثاني وراله حياته الحالية، كيف أيضا أنه الناس ما زالت ما تحبه وبتكرهه وتكن له كل معاني الغضب والألم والبغض، وإنها تتمنى اليوم قبل بكرة أنه يموت. ثم جاء دور الشخص الثالث والشبح الثالث وراله لو عاش 20 سنة في المستقبل كيف حياته هتكون، وهو فعلا معبأ بهذه الآلام من مشاعر الناس المختلفة، وكيف أنه حياته هتكون تعيسة وبئيسة. تقول الرواية: فلما أفاق في الصباح وقد تأثر بما رأى بدأ يعطي للناس، وبدأ الناس فعلا يشعروا أن هذا الشخص تغير، وتغيرت حياته بسبب قناعة واحدة فقط غيرها وعمل لها. مش فقط اكتفى بأنه كتبها أو جعلها في ذهنه، لا، طبقها مباشرة فتغيرت حياته تماما. وبالتالي أنت لازم تمارس بعض الشعور بالألم، وأنا أحاول بإذن الله تعالى أني أخلصك منه، لأننا نريدك تربط الألم بالقناعات المحدودة السالبة. وسأرشدك إلى عمل ذلك، لأن العقل هيعينك أيضا على التغيير. الآن مستعد معايا لهذه التجربة؟ إذا أنت جالس الآن بتسوق انسى الموضوع، لما ترجع أو تروح مكان آخر ممكن تطبق هذا التمرين. المستمعين اللي ما بيسوقوا يبدأوا يطبقوا معايا هذا التمرين. خذوا نفس عميق، ورجاء خاص قبل ما أبدأ التمرين: إذا ما كتبت 3 قناعات سالبة ما تستطيع أنك أنت فعلا تستفيد من هذا التمرين. فإذا ما كتبت أغلق الشريط وأكتب القناعات السالبة ثم ارجع معنا، وإذا كنت قد كتبتها انسى الموضوع، أنت معنا. أخذتم نفس عميق؟ ممتاز. الآن أغلق عينك. أريدك أنك تتخيل أن هذه القناعات السالبة ال3
اللي انت كتبتها قبل قليل هي فعلا اللي بتعيقك عن انطلاقك وتقدمك نحو طموحك وأهدافك. أريدك تفكر كم هي ثقيلة وبتدفعك الثمن من حياتك، وإيش هو هذا الثمن اللي انت جالس تدفعه وانت بتحمل هذه القناعات السالبة. بمعنى إيش جالس تفقد من صحتك، من علاقاتك، من إنجازاتك كنت هتجنيها. هل هذه القناعات اللي انت جالس تحاملها طول هالسنين معاك بتأثر على ثقتك؟ بتزيدها ولا بتنقصها؟ بتزيد طاقتك ولا بتشعرك بالضعف وبالنقص؟ ايش بتقول لنفسك لما بتشوف نفسك في المراية وانت عارف ان هذه القناعات السالبة المثبطة اللي تحملها جالسة تتحكم في حياتك؟ أبنائك من حولك لما ينظروا لك وأنت تحمل هذه القناعات إيش بيقولوا في أنفسهم عنك؟ كل هذه الآلام والإحباطات خذها معاك 5 سنوات في المستقبل. تخيل نفسك 5 سنوات من اليوم وإنت تحمل هذه القناعات السالبة، مؤمن بيها. خذها معاك 5 سنوات. انظر إلى نفسك بعد 5 سنوات، رصها فوق بعضها، واحدة فوق الأخرى، آلام، إحباطات. انظر إلى نفسك في المراية، تكلم مع نفسك، كيف هيكون شكلك؟ هل هتكون لازلت شاب ولا ظهر عليك الكبر؟ عايش ولا ميت وانت بتحمل هذه القناعات السالبة؟ وظيفتك اللي انت فيها راضي عنها ولا ترقيت ولا لازلت في مكانك بسبب القناعات السالبة اللي انت جالس تحملها ومقتنع فيها؟ فكر في الثمن الكبير اللي انت قاعد تدفعه بسبب هذه القناعات السالبة المحدودة اللي كتفتك، قيدتك عن الانطلاق، حتى جعلت عملاقك نايم. 5 سنوات وانت عايش بهذا البؤس وحارم نفسك من اطلاق قدراتك وتحقيق احلامك. ايش بتقول لنفسك وانت بتحمل هذه القناعات السالبة 5 سنوات؟ تخيل هذه الآلام والقناعات السالبة. الآن أريدك وانت مغلق عينيك تتخيل انك قفزت في عمرك 10 سنوات، 10 سنوات وانت معاك كل هذه الآلام والقناعات السالبة وانت عايش معاها ليل ونهار. 10 سنوات وانت تحمل هذه القناعات السالبة واحدة فوق الأخرى. هل تشعر بالقوة أم بالضعف؟ كيف علاقاتك صارت؟ كيف عملك وانت معاك هذه القناعات؟ ايش بتقول لنفسك بعد ما عشت هذا الزمن 10 سنوات وانت محدود القدرات، بتدفع الثمن من صحتك، من شبابك، من جهدك؟ كم شيء ما عملته وكان نفسك تعمله بسبب هذه القناعات السالبة حرمت نفسك منه؟ ايش الثمن اللي انت جالس تدفعه؟ أريدك فعلا تشعر بالألم، لاني أريدك تذهب وانت مغلق عينيك في المستقبل 20 سنة، 20 سنة وأنت تحمل كل هذه الآلام معك، 20 سنة وأنت عايش هذه العيشة بسبب هذه القناعات السالبة. انظر لنفسك، انظر لحياتك وأنت شايل هذه الهموم والآلام. هذا أنت ولا مش أنت؟ هل تشعر أنك خفيف ولا ثقيل؟ مبسوط ولا سعيد؟ مهموم ولا محبط؟ وينك؟ إيش اللي حصل لك؟ إيش الثمن اللي أنت جالس تدفع من صحتك ومشاعرك وأنت عقدين من الزمن 20 سنة تحمل هذه القناعات السالبة المثبطة اللي ما خلتك تحقق أحلامك، بسببها فقط قيدت عملاقك ومنعت من الانطلاق؟ هل تسوى؟ هل فعلا تسوى أنك تضحي بعمرك كله بسبب هذه القناعات؟ هل أنت موافق وراضي أن يكون هذا مصيرك وهذه نهايتك؟ لو كان هذا الألم كافي لك وأنت غير راضي عن حياتك أنها تكون بهذا الشكل، لو أنت رضيت أنك تحمل هذه القناعات السالبة، لازم تسأل نفسك ماذا علي أن أفعل تجاه هذه القناعات السالبة؟ وحتى تقتنع بالتغيير وتشعر بمدى الخسارة اللي هتدفعها وأنت تحمل هذه القناعات السالبة، أحب أطمئنك وأقول لك إنه الخبر السعيد هنا إنه الحمد لله ما في شيء حصل.
لكن إذا ظليت محتفظ بهذه القناعات فسيحدث لك ما رأيتك إياه، لأني أريتك ظل المستقبل. الآن أريدك ترجع للزمن اللي احنا فيه لليوم، لأنه ما حدث ولن يحدث شيء إن شاء الله إلا إذا أحدثت بعض التغييرات وغيرت من قناعاتك. أريدك الآن تفتح عينك وتقوم تغير من وضعك. إذا كنت يعني جالس أو مستلقي، إنك تقوم تمشي شوية وتأخذ نفس عميق. أريدك تأخذ نفس عميق، بالضبط نفس عميق، تمشى. ارجع واجلس مرة ثانية لو سمحت. وقبل ما نكمل التمرين خليني أعطيك قصة واقعية حقيقية عشان تعرف إيش القناعات ممكن تعمل في أصحابها. امرأتين أختين عمر كل واحدة فيهم 70 سنة. واحدة فيهم شعرت بأنها كبرت في السن، فقالت أنا خلاص كبرت في السن، فأكيد أن الأمراض هتبدأ تداهمني، فخليني أشوف لي مصحة أو مستشفى أقضي فيها بقية عمري. أختها الثانية قالت بس لازم نحن بصحتنا وممكن نعمل أشياء ما يستطيع عليها النساء اللي في أعمارنا. فأختها الثانية قالت لها أن الإنسان يستطيع في أي عمر أن يفعل ما يريد. فبدأت أختها الثانية عشان تبرهن لأختها اللي المريضة، فبدأت أختها الثانية تعمل حاجة عجيبة. بدأت بهواية جديدة، هواية تسلق الجبال. قالت لأختها مو أنت عندك قناعة أن إحنا كبرنا وأن ما نستطيع نفعل وأن إحنا خلاص وصلنا لآخر العمر؟ أنا هثبت لك أن هذه القناعة غير صحيحة. فبدأت فعلا تتسلق الجبال، ولل 25 سنة اللي تلت من عمرها هي عاشت حتى أصبح عمرها 95 سنة كانت تفوز ببعض الجوائز في تسلق الجبال. وفي عهد الرئيس بوش تسلقت قمة فيجي، وأعطاها الرئيس بوش جائزة لأنها حطمت الأرقام القياسية للنساء اللي في عمرها. هذه المرأة اسمها هيلدا كروكس. وبالتالي أنت ما تؤمن به وتحمله هو اللي هيجعلك تكون أو لا تكون، هو اللي هيحدد لك مدى نجاحك في الحياة، تتقدم ولا تتأخر. هذه القصة حقيقية. والآن نرجع لتمريننا. أريدك الآن تكتب لي 3 قناعات إيجابية، 3 قناعات إيجابية حتستبدل بها القناعات السلبية. يعني بدل القناعات السلبية اللي احنا كتبناها نريد 3 قناعات إيجابية تشعر أنه هذه ال3 قناعات الإيجابية لو موجودة عندك وانت مقتنع فيها هتتغير حياتك للأبد. أريدك أن تجلس وانت في قمة نشاطك، قوتك، طاقتك. كلم نفسك بصوت عالي، خلي نفسك في حالة من الطاقة أكثر من 9 10 11، واسأل نفسك إيش هي القناعات الإيجابية اللي لو كتبتها هتتغير حياتي. أنا أعطيتكم أمثلة على القناعات السلبية، هعطيكم أمثلة على القناعات الإيجابية زي ما أعطيتكم أمثلة على القناعات السلبية. لكن رجائي أنه هذه القناعات الإيجابية اللي أعطيكم هي أمثلة، فأريدكم أنتم أيضا تكتبوا قناعات تشعروا من أعناقكم أنه هي لو موجودة حقيقة في حياتكم هتتغير للأبد. من القناعات الإيجابية أنا عندي دكتوراه في النتائج. قناعة أخرى أي مشروع أمسكه ينجح بإذن الله. قناعة أخرى إذا احتجت المال ما عدم وسيلة أني أجيبه. قناعة أخرى أنا عنيد في تحقيق أهدافي. قناعة أخرى أنا عندي المهارة والكفاءة أني أنجح في حياتي. هذه أمثلة لقناعات إيجابية مش كلام فقط. فأنا أريدكم تكتبوا 3 قناعات إيجابية. الآن ممكن توقفوا الشريط لمدة 2 دقيقتين أو 3 دقائق وتكتبوا لي 3 قناعات إيجابية وترجعوا مرة أخرى حتى نكمل موضوعنا. كتبتوا القناعات؟ ممتاز. الآن لديك 3 قناعات لو طبقتها في حياتك هتنجح في حياتك. أريدك تقولها بصوت عالي. هذه القناعات لا تخاف، ما في حد سامعك، قولها بصوت عالي وبثقة إنه هذه هتكون حقيقة في حياتك. مش يمكن، لا، هتكون بإذن الله تعالى حقيقة في حياتك. هذه القناعة هتكون، فأريدك ترددها بصوت عالي لأنها نربطها بمتعة لك حتى تظل مربوطة بيك طول العمر إن شاء الله. مستعدين لنفس التمرين؟ ممتاز. الآن خذ نفس عميق. أريدك إنك تغلق عينك مرة أخرى وتتخيل نفسك بعد ما كتبت القناعات الجديدة المحفزة الإيجابية اللي أنت تحبها، تتخيل نفسك 5 سنوات من الآن عشت فيها، 5 سنوات قادمة وهي معاك هذه القناعات بتحملها مستمتع فيها. كيف حياتك تكون يا ترى؟ انظر لنفسك في المرآة
مبتسم، تشعر بمتعة أكثر نحو الحياة ولا بتشعر بمتعة أقل؟ بتشعر بحب أكثر. كيف أمورك المالية؟ كيف وظيفتك؟ بعد ما صار عندك قناعات إيجابية بتحركك في يومك، وبعد ما صرت بتحاول أمور ما كنت أصلا بتحاول فيها من قبل. يا ترى إيش بتقول لنفسك بعد ما عشت 5 سنوات وأنت تحمل هذه القناعات الإيجابية؟ هذه الحياة وأنت فعلا مستمتع بيها وبالقناعات الإيجابية اللي تحملها. أولادك كيف ينظروا لك وأنت جالس فعلا تعطيهم درس عملي في كيف أن الإنسان يحقق طموحه وأحلامه من خلال قناعات إيجابية محفزة؟ أريدك تشعر بيها الآن فعلا وإنت مغلق عينيك. اذهب 10 سنوات في المستقبل، 10 سنوات، تخيل نفسك بعد 10 سنوات من اليوم وإنت ناجح في حياتك، لأنك تحمل قناعات إيجابية، تحمل ما كنت تريد أن تحققه في حياتك. كيف تشعر تجاه نفسك؟ مستوى ثقتك بنفسك كيف صار؟ ابتسم، نعم ابتسم من داخل قلبك وإنت مغلق العينين، لأنك قضيت 10 سنوات من عمرك وإنت بتحمل قناعات إيجابية، بتعمل الشيء اللي بتحبه، مستمتع فيه بحياتك. ليش؟ لأنك قضيت على القناعات السالبة أو قللت من وجودها، أنهيتها. فليش تكون زعلان ومهموم؟ خلاص أنت الآن من فئة الناجحين. أريدك أن تذهب في الحياة وأنت مغلق العينين 20 سنة، عقدين من الزمن، نعم 20 سنة. تخيل نفسك بعد 20 سنة من اليوم، هذا أنت ما في مجال للسؤال. تحمل قناعات إيجابية 20 سنة، متحفز، نشيط، ذو طاقة، مبسوط، سعيد. انظر لصحتك، انظر لجسمك، انظر لشبابك، انظر لعلاقاتك، انظر لوظيفتك، لمشاريعك، لطموحاتك، وأنت مغلق العينين. تخيل نفسك بتعيش هذه الحياة الهنيئة، بتحقق فيها أحلامك، مستمتع فعلا وإنت مغلق عينيك. أريدك أن تضع الصورتين بجوار بعضهما البعض، صورتك وإنت تحمل القناعات السالبة وعشت السنين الطويلة بالهموم والآلام، وصورتك وأنت تحمل القناعات الإيجابية. أريدك أن تضع الصورتين جنبا إلى جنب أمامك، وقرر أي حياة تريد أن تحياها. يمكن الاختيار يكون صعب، لكن حاول أنك تختار أي حياة تريدها. وصدقني إذا ما اخترت أنت فالحياة هي التي ستختار لك، وربما يكون الاختيار في غير ما تريد. عليك أنت أن تحدد المصير اللي أنت عليه حاليا. هل أنت راض عنه أم تريد مصير آخر؟ أنت تصنع بيدك لما تغير قناعاتك، لما تقرر أي الصورتين تريد أن تحياها، وفعلا تكون في عندك عزم أكيد من داخلك أنه مستعد تدفع أي ثمن في سبيل أنك تحيا الحياة التي تريدها. افتح عينك واحمد الله أنه ما في شيء إلى الآن حدث، وبالتالي لازم تعيش هذه الحياة كل يوم كل يوم. خليني أذكر قصة مهمة. عائلة مفككة، الأب مدمن على المخدرات والخمور وحياته محطمة، وحاول الانتحار أكثر من مرة، وطبعا فصل من عمله، ورغم أنه عنده ولدين إلا أنه مات من جرعة زائدة من المخدرات تناولها. الابن الأكبر نشأ على ما كان عليه أبوه، فكان يسرق، وكل مرة يسرق يدخل السجن، يسرق وكل مرة يسرق يدخل السجن، حتى حكم عليه بالسجن مدى الحياة. الابن الثاني تعلم وأكمل تعليمه ودرس الهندسة وتقدم وكان ممتاز وتزوج وصار عنده أسرة وعين في شركة وأصبح له منصب جيد. إيش نتعلم؟ الناس دائما تلوم الظروف أو البيئة. صدقوني هذا الابن الأصغر رفض قناعات أبوه، رفض إنه يمشي في نفس الطريق رغم إن الظروف كلها كانت ضده، لأن الظروف مش هي اللي تشكل حياتنا ولا الأحداث على الإطلاق، لكن قناعاتنا اللي هي تعطي للأحداث معنى. الابن الأكبر رأى في أبيه قدوة فأقنع نفسه بأن يكون مثل أبوه، مدمن مخدرات ويسرق وما إلى ذلك. الابن الأصغر قال أبدا هذا ليس طريقي، واقتنع بذلك وأقنع نفسه، فتغيرت حياته تماما. هذه بالمناسبة قصة حقيقية. خليني أسألك سؤال، كم تحتاج من الوقت عشان تغير قناعاتك السالبة المثبطة المحبطة إلى القناعات الإيجابية؟ تذكرون معايا قصة البؤساء، القصة الشهيرة
وكيف الرجل المتسول اللي كان قايم بدور حرامي ويحاول انه يسرق من اجل انه يأكل، في يوم من الايام يشوفه شيخ ويأخذه في بيته ويأكله، وفي وسط الليل يقوم هذا اللص ويسرق الشمعدان من الفضة من بيت الشيخ، وهو خارج من بيت الشيخ وإذا بالشرطي اللي بيحرس المنطقة يشوفه ويمسكه ويصحي الشيخ ويقول له شوف سرق من عندك هالشمعدان، والشيخ يقول له أبدا، مين اللي قال لك إنه سرقها من عندي؟ هذه أنا أعطيته، هي هدية. ويصف لك منظر اللص في هذه اللحظة كيف قناعاته تغيرت في نفس اللحظة لما الشيخ قال إن أنا أعطيته هذه الشمعدان هدية مني، فتركوا الشرطي. وهنا بدأ هذا اللص حياة شريفة، لأن هذه القناعات اللي كانت مسيطرة عليه إنه أنا لص ما في خير في هذا المجتمع، ما أحد يحبني، أنا لازم أسرق، تغيرت في لحظة. وبالتالي تغيير القناعات السالبة إلى إيجابية ما تحتاج شهر، شهرين، وسنة وسنتين، في غلبة عين، في لحظة تستطيع بجرد قلم أنك تشطب قناعاتك السالبة لما تعرفها وتضع قناعاتك الإيجابية. الأمر ما يحتاج إلا قرار منك فقط. بدرسنا اليوم عن القناعات إنه فعلا هذا الأمر يكون فهم، وأنكم تطبقوا التمارين وتقرر من اليوم قرار ما له رجعة إنه هذه القناعات الإيجابية اللي أنت كتبتها ممكن تضيف عليها إذا أردت، هي هذه القناعات اللي هتسيرك في الحياة إلى الواجب. وحتى ألقاكم غدا عش وأنت واثق من نفسك ومن قدراتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.